في لقاء علمي جمع بين الملياردير الصيني جاك ما والأمريكي من أصل جنوب أفريقي إيلون ماسك، تم طرح سؤال هام من قبل أحد الحضور. كان السؤال: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحكم بالإنسان؟ أجاب ماسك بكل ثقة: بالطبع نعم. أما جاك ما فقد أجاب هو الآخر بثقة: بالطبع لا، لا يمكن للمصنوع أن يتحكم بمن صنعه. عندما نفكر في إجابتيهما يبدو لنا كلام جاك ما أكثر منطقية، لكن في هذا الفيديو أريدك أن تقرأ كلام ماسك قراءة من جانب آخر. عندما تتصفح الإنستغرام للترويح عن نفسك من خلال مشاهدة بعض الريلات، ثم تجد نفسك وقد أمضيت 4 ساعات على الإنستغرام، فمن فعليا استخدم الآخر؟ هل أنت استخدمت الإنستغرام أم الإنستغرام قد استخدمك؟ عندما تفتح اليوتيوب لتشاهد فيلما وثائقيا عن الساعة البيولوجية في الإنسان أو الثورة الفرنسية على سبيل المثال، ثم تفاجأ بعد مضي 3 ساعات أنك تضحك على مشهد من مسرحية مدرسة المشاغبين، أو تشاهد أسدا آسيويا يطارد غزالا في إحدى غابات ولاية جوجارات الهندية، فمن هنا يستخدم الآخر؟ هل أنت تستخدم اليوتيوب أم اليوتيوب يستخدمك؟ فما بالك بالذكاء الاصطناعي الذي بات يكتسح العالم ويدخل في كل المجالات تقريبا، في الطب، في التعليم، في التجارة. والسؤال الذي يبقى مطروحا: من منا سيستخدم الآخر؟ هل نحن سنستخدم الذكاء الاصطناعي أم الذكاء الاصطناعي سيستخدمنا؟